سألت تشات جي بي تي: هل تتوقع أن يوقع الفيفا عقوبات على حسام حسن وسعفان الصغير واتحاد الكرة المصري؟ وما هي التقارير المقدمة وماهية العقوبات؟ قال لك إيه بقى تشات جي بي تي؟ نعم، أتوقع احتمال توقيع عقوبات، لكن بدرجات مختلفة. سعفان الصغير هو الأكثر عرضة للعقوبة بسبب الطرد المباشر، ثم حسام حسن إذا ثبت في تقرير الحكم أو مراقب المباراة أنه وجه اتهامات صريحة تمس نزاهة فيفا أو الحكم. طبعا ما هو في أكتر من أنه قال لهم أن أنتم عنصريين. أما اتحاد الكرة المصري فالأرجح أن يواجه غرامة أو تحذيرا فقط إذا اعتبرت الفيفا النطق الصح بتاع فيفا أن البيان الرسمي أو سلوك البعثة تجاوز حدود الاحتجاج المقبول. ما التقارير التي تبنى عليها العقوبات؟ عادة فيفا لا تعتمد على الإعلام فقط، بل على عدة مستندات رسمية. تقرير حكم المباراة يتضمن الإنذارات والطرد وأسباب الطرد والاعتراضات والألفاظ أو السلوك تجاه الحكم. تقرير الحكم الرابع وطاقم الفار، خصوصا إذا حدث اعتراض من الجهاز الفني أو محاولة اقتحام المنطقة الفنية، وهذا طبعا حدث كتير. تقرير مراقب المباراة ومنسق فيفا يرصد سلوك الدكة والتصريحات والاحتكاكات بعد المباراة وأي مخالفة للبروتوكول. تقرير المسؤول الإعلامي أو الانضباطي إذا تضمنت التصريحات اتهامات بالتحيز أو التشكيك في النزاهة. الفيديوهات الرسمية من المباراة والممرات والمنطقة المختلطة تستخدم لتأكيد أو نفي ما ورد في التقارير. التقارير الصحفية المنشورة حتى الآن تؤكد أن مصر قدمت شكوى رسمية بسبب التحكيم وفار، وأن حسام حسن اتهم التحكيم بعدم العدالة، واعتبر أن قرارات المباراة ساعدت الأرجنتين، بينما ذكرت التقارير أن سعفان الصغير مدرب حراس المرمى مدرس حراس مصر تلقى بطاقة حمراء خلال أحداث الاعتراض على الحكم. العقوبة المتوقعة على سعفان الصغير: إيقاف مباراة واحدة على الأقل مع غرامة مالية. أنا بقى عايز أعرف مين اللي هيدفع الغرامات المالية دي كلها. عندك غرامة مالية على اتحاد الكورة، غرامة مالية على سعفان، غرامة مالية على حسام، غرامة مالية على إبراهيم. مين اللي هيدفع الغرامات دي يا ناس؟ السبب أن قانون فيفا الانضباطي ينص على أن المسؤولين الفنيين الذين يتعرضون للطرد بسبب الاعتراض بالقول أو الفعل يواجهون إيقافا لمباراة واحدة على الأقل، وقد تضاف غرامة بحسب جسامة السلوك. احنا عارفين طبعا ان الاخ اللي هو عامل زي الهيكل ده، بقيت اضحك وانا شايفه والله العظيم، كان رايح يضرب الحكم، ورايح يضرب واحد من اللعيبه بتوع الارجنتين. وقد تضاف غرامة بحسب جسامة السلوك. كما أن فيفا أوضحت في سياق آخر بكأس العالم أن الطرد يستتبع تلقائيا الإيقاف عن المباراة التالية وفق القواعد الانضباطية. إذا كان تقرير الحكم قال إن سعفان اعترض بس بعنف لفظي أو خرج من المنطقة الفنية، فالعقوبة تكون مباراة واحدة إلى مباراتين. أما إذا ورد في التقرير أنه حاول الاقتراب من الحكم، حاول طبعا، بشكل عدواني، حاول طبعا، أو احتجاج لتدخل لإبعاده، فقد تصيد إلى 3 مباريات أو أكثر مع غرامة مالية. العقوبة المتوقعة على الحاج حسام حسن: الأرجح غرامة مالية، يا ترى مين اللي هيدفعها، وتحذير أو إيقاف مباراة واحدة بحسب صياغة تقرير المباراة والتصريحات. حسام حسن لم يكن مجرد معترض عادي. المشكلة الأهم قد تكون في التصريحات اللي بعد المباراة. بعض التقارير نقلت عنه اتهامات بأن البطولة موجهة
أو أن هناك رغبة في استمرار ميسي والأرجنتين، وهي عبارات قد تعتبرها فيفا تشكيكا في النزاهة أو إساءة لصورة البطولة إذا وردت رسميا في ملف الانضباط. الجماعة بتوع غزة بقى يدفعهم لنا الغرامات دي. إذا اكتفت فيفا باعتبار الأمر تصريحات فعالية بعد الخروج، غرامة وتحذير. إذا اعتبرته اتهاما مباشرا لفيفا بالتلاعب أو الانحياز دون دليل، غرامة أكبر وربما إيقاف مباراة رسمية. إذا أضيف إليه سلوك ميداني قوي تجاه الحكم أو الحكم الرابع، قد تصل العقوبة إلى إيقاف مباراتين. لكنني لا أتوقع عقوبة طويلة جدا على حسام حسن إلا إذا كان تقرير الحكم شديدا أو ظهرت ألفاظ محددة مسيئة في التسجيلات الرسمية. العقوبة المتوقعة على اتحاد الكورة الأرجح لا توجد عقوبة رياضية كبيرة، لكن قد تكون هناك غرامة أو تحذير. الاتحاد المصري لديه حق تقديم شكوى رسمية ضد التحكيم، هذا في حد ذاته ليس مخالفة. المشكلة تظهر فقط إذا رأت فيفا أن البيان الرسمي تضمن اتهامات غير مثبتة تمس نزاهة الحكام أو فيفا، أو إذا فشل الاتحاد في السيطرة على سلوك أفراده خلال المباراة. إذا كان البيان في حدود نطالب بالتحقيق ونرفض الأخطاء التحكيمية، فغالبا لا توجد عقوبة كبيرة. أما إذا تضمن اتهاما مباشرا بالتلاعب أو المؤامرة، فقد تواجه الجبلية غرامة مالية أو تحذيرا رسميا. ما هي العقوبات الأقرب بالأرقام؟ سعفان الصغير إيقاف مباراة واحدة على الأقل زائد غرامة. حسام حسن غرامة مالية وإيقاف مباراة إذا كانت اعتبرت تصريحاته إساءة. اتحاد الكرة المصري غرامة، تحذير أو غرامة وليس خصم نقاط أو استبعاد عقوبة. أتوقع أن فيفا ستفصل بين أمرين: شكوى مصر من التحكيم وهي غالبا لن تغير النتيجة، وسلوك الجهاز الفني والتصريحات وهي قد تؤدي إلى عقوبات انضباطية. الأكثر عرضة للعقوبة هو سعفان الصغير بسبب الطرد، بعده يأتي حسام حسن بسبب التصريحات الحادة. أما اتحاد الكرة المصري فالعقوبة الأقرب له إن حدثت ستكون مالية أو تحذيرية وليست عقوبة رياضية مؤثرة. زي ما كنت بتساءل دلوقتي، احنا استفدنا ايه بقى يا عم يا بتاع القضية؟ استفدنا ايه من القضية؟ استفدنا ايه من التضامن؟ ومين اللي هيدفع الفلوس دي؟ يا غني يا ابن الغني. بس